انت شخص جميل، ما تستحق العلاقات هذه، تستحق شخص يقدرك. فلما تاتيني وتبكي وتقول لي انا وفيت وحبيت وضحيت واعطيت وكل شيء وراح عني، اقول لك يا اهبل. هذا الصح، والله هذا الصح. اللي باعك طز الى يوم القيامه، عسى 70,000 عيد ميلاد يمر عليه، انا مالي علاقه. مش احنا اللي ننخذل واحنا اللي نروح. كرامتك يا بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم، انت مكرم بامر الهي. يا اخي كيف؟ والله ما في عذر بالدنيا يخليك تهين كرامتك. يعني هل انت زعلان علشان واحد جحدك وراح عنك؟ هل انت تظن ان الشخص اللي اعطيته وحبيته وضحيت له كل شيء وما بقى معاك تتوقع ان هذا شيء خاطئ؟ هذا مو شيء خاطئ، هذا شيء مدبر، تدبير من خالق التدبير. جماعه لا تقولون عطائنا غلط، لا تقولون وفائنا غلط، قولوا احنا عالمنا كشف حساب. الشخص اللي ما يتقبل طيبك وراح عنك، هذا مكافأة من الله لك. ودائما ثق يقينا بأن الله قد يبعد عنك من لا يحبك لأنه يحبك، لأن الله يحبك يبعد عنك من لا يحبك. اي والله، اي والله. تخيل ان شخص يطلع نفسه بنفسه من حياتي. هذه هي والله كرامات، هذه والله كرامات من الله، أن يخرج الأشخاص السيئين من حياتي دون جهد مني. أشخاص أقدم لهم كل شيء جميل، ثم بلحظة بسيطة جدا يقول لي أنا ما أقدر أكمل. يا أخي بألف سلامة، هذا تدبير الله لي. لأني أنا لما أسأل أقول أنا أخطأت، لا، إذا ليش راح؟ متأكد أن هذا تدبير الله لك. الشخص اللي ما يقبل الجمال فيك لا تخليه معاك. الشخص اللي وفائك وحبك وعطائك ما يخليه إنسان جميل معاك، إذا تلقائيا راح تعرف أن هذا الشخص ما يصلح إلا يكون في علاقة نجسة، ودعه لأول كلب في الطريق.